وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه الأخت هذه تقول بأن ولد خوها ما كيكلمهاش وشي سنتين هذه عامين كيشوفها كيروغ عليها، والسبب هو الورث. كيفاش غنديروا في هذا رمضان؟ كيفاش تيقول شرع الله سبحانه وتعالى في هذا؟ هذه هي مشكلة العصر. راه صلة الرحم خير من الإرث. صلة الرحم البركة اللي دار فيها ربي سبحانه وتعالى راه خير من هذا الشيء ديال الدنيا اللي ما كيساوي والو. راه الدنيا اش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والوا علما ومتعلما. صافي. ياك هاد الدنيا اللي تكلبوا عليها الناس وتقاتلوا عليها وظلموا فيها راه ملعون حتى اللي فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا الذكر ديال الله عز وجل وما والاه من الطاعات أو عالما أو متعلما. وهما اللي ما ملعونينش في هاد الدنيا كلها. الدنيا لا تساوي شيء. وصلة الرحم الخير اللي دار فيها ربي سبحانه وتعالى ما كاينش في المال. علاش؟ لأن المال ظل زائل. المال ظل زائل، واحد الظل اللي كيمشي مع غروب الشمس تيمشي. أما صلة الرحم هي اللي غتبقى. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. اللي كيحب أنه يطول ليه ربي سبحانه وتعالى في العمر ديالو ويبارك ليه في رزقه، اشنو خصو يدير؟ يصل الرحم ديالو. كاع اللي كيصل الرحم ديالو كيحسن الاقارب ديالو ولو بالكلمه الطيبه. ما عنده ما يعطي غير الكلمه الطيبه. ما يعرفش ليها، ما توفقش ليها الكلمه الطيبه، يخلي غير الشر ديالو في صدره صافي ويبقى يسلم عليهم. لان المسلم اللي ما يقدرش انه يقول الخير يخلي الشر عنده في صدره. فهذا الرجل هذا اللي كيشوف عمته كيروغ عليها، اش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمام؟